العمل فرق الدفاع المدني على قدم وساق في حل خسارات. أنا بموقع عمل لمجموعة من الدفاع المدني عم تزيل الأنقاض من يعني الطرقات أو الحارات داخل حي خسارات المدمر صراحة. بموضوع مهم جدا، يعني تحدث معي مسؤول الفريق هون يعني عن موضوع الذخائر المتفجره، وهي رساله للمدنيين يعني اثناء العمل بشوي هناك حذر من فريق الدفاع المدني في محتمل وجود الغام ذخائر متفجره. يعني معي السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيك العافيه بالبدايه، بس شوي لعندي أنا عم بحكي عن عملكم هون بحي خسارات، وشوي حكيت عن موضوع الذخائر المتفجرة. يعني مفروض الأهالي اللي عم يعودوا لهون ينتبهوا على الموضوع، عم تتحدث بإيجاز عن موضوع الخطر هذا اللي لازم يقعوا عليه. نحن موجود على فرقنا بعد أثناء عمل الترحيل، أو يوجد عدد من العناصر يقومون بفحص الطريق بشكل كامل قبل الترحيل. بصراحة لاحظنا وجود عدد من الذخائر غير متفجرة، القذائف، ممكن حتى الطلقات المدافع الصغيرة. تقوم الفرق بتحديد هذه المنطقة بأشرطة تحذيرية أو لوحات تحذيرية. نطلب من جميع الأهالي في هذه المنطقة يعني عدم تنبيه ماء، وحتى هم عدم الاقتراب منها. يعني في بعض الأشخاص يقول لك بدنا نشيلها من هون بس بعدها، لا تقربنا، ممكن تكون هاي خطرة وقابلة للانفجار مباشرة. شكرا. يعني هاي رسالة نحن عم نشتغل عليها في الكثير من المدنيين اللي حابين يرجعون، وهذا من حقهم يعني تماما. لتنظيف منازلهم من الانقاض والى ما ذلك. مفروض يوعوا على الموضوع هذا، مفروض يعني يبلغوا فرق الدفاع المدني في فرق مختصة بموضوع الألغام، موضوع الذخائر المتفجرة. وهي رسالة للمدنيين في توخي الحذر أثناء العودة إلى منازلهم. يعني رغم الدمار الهائل في ربما منازل يعني صالحة نوعا ما بنسبة قليلة للسكن، الأحياء مدمرة صراحة. أتمنى أنه تصل هي الرسالة للجميع. حاليا فرق الدفاع المدني بحي خسارات ومناطق أخرى يعني تعمل على قدم وساق لفتح الطرقات داخل الأحياء المدمرة في مدينة دير الزور. السلام عليكم.